الخلاف الفقهي هو أضعف أنواع الخلاف. أقل أنواع الخلاف تأثيرا ما بيننا وبين الشيعة هو الخلاف الفقهي، لأن الخلاف الفقهي قريب من اختلاف المذاهب بعضها وبعض المذاهب السنية. حتى يعني عندهم مثلا المتعة دي قال بها يعني بعض علماء السنة، قال بها أصحاب ابن عباس، روي عن ابن عباس نفسه، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن عطاء وطاووس من أصحاب ابن عباس الكبار. سنين خبريني شو زواج المتعة؟ بتقابل انا بشغله. كيف بتصير الشغلة؟ كيف بتصير الزواج؟ بشوفني بننعجب ببعض، بيقول لي بتقبل تتجوزيني بالمتعة؟ هيدي السر بيني وبينه، بالنسبة لإلي بالنسبة له يعني سر بيني وبينه. بعدين بنتفق على الزواج، بيقول لي هل تقبلين أن تمتعيني نفسك؟ بقول له نعم. بيقول لي لمهر قدره لمدة ساعة، شهر، ساعتين، حسب ما الاتفاق بيني وبينه، وبس نخلص حاجتنا الجنسية بنرجع. يقول لي وفت المدة، أما أنا بقول له وفت المدة عادية. عندهم مثلا المتعة دي قال بها يعني بعض علماء السنة، قال بها أصحاب ابن عباس، روي عن ابن عباس نفسه، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن عطاء وطاووس من أصحاب ابن عباس الكبار انهم اجازوا المتعة. حدثنا علي، حدثنا سفيان قال عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما 3 ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه. إذا بدك تنهي العقد بينك وبينه قبل بوقت، يعني قبل ما حددتوه انتو، كيف ينتهي العقد بينك وبينه؟ خلص ما بعد تشوفه ولا بيشوفنا، لا بس إذا بده ينتهي العقد بساعة المدة بقول له وفت المدة، أما بيقول لي وفت المدة هو خلص خلصت المدة، بدنا نجدد بنجدد. شو بتجددي؟ نرجع نفس الكلام هو زيته، انه متعتك نفسي لمهر قدره لمدة ساعة وخلص نبلش. أول مرة تزوجتي متعة كان متزوج؟ ها؟ ليه تزوجتي أول مرة متعة؟ يعني كان بيعجبك، كان في حب، كان في انجذاب لإله، أم بس رغبة جنسية؟ رغبة جنسية، ما كان في أي حب أبدا. الخلاف الفقهي هو أضعف أنواع الخلاف. أقل أنواع الخلاف تأثيرا ما بيننا وبين الشيعة هو الخلاف الفقهي، لأن الخلاف الفقهي قريب من اختلاف المذاهب بعضها وبعض المذاهب السنية. حتى يعني عندهم مثلا المتعة دي قال بها يعني بعض علماء السنة، قال بها أصحاب ابن عباس، روي عن ابن عباس نفسه، وروي عن سعيد بن جبير، وروي عن